يا صباح الخير او يا مساء الخير. انا جايه لكم متاخر. عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي النهارده يوم الخميس، انا رايحه للدكتور. انتوا عارفين ميعاد الدكتور بقى كل اسبوع وكده. بصوا الدنيا والله العظيم بقى طول ما انا ماشيه خناقات ومشاكل وقله ادب. الدنيا زحمه وزي الزفت. وكمان لسه حصل معايا موقف دلوقتي وانا ماشيه، جالي الارم العربيه ان انا لازم اوقفها حالا. وحظي الحمد لله يا رب، حظي ان انا كنت جنب واحد بتاع كاوتشات. جالي الارم ان الكاوتش مخروم ولازم اوقف العربيه دلوقتي حالا. ما كنتش عارفه اعمل ايه بقى، كنت مرعوبه وخايفه لان انا اصلا طول ما يعني طول حياتي من اول ما صوت حاطه في دماغي فكره ان انا لو سايقه بالعربيه ولا قدر الله حصل اي موقف انا هعمل ايه مش عارفه. فالحمد لله ان كان جنبي واحد بتاع كاوتشات. فقلت له حصل كذا 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 كذا، راح قاس لي الكاوتش يعني. المشكله بقى ان الالارم اصلا ما راحش، يعني الالارم اساسا ما راحش من العربيه. فانا مش عارفه هو كده السيستم معلق ولا في ايه، انا مش عارفه بصراحه. بس انا نازله بدري عشان كل مره بروح عند الدكتور متاخر على ميعادي، كل مره بروح عند الدكتور متاخر على ميعادي. فالنهارده نازله بدري على اساس ان انا اروح بدري شويه. وسبحان الله يعني كل حاجه مترتبه من عند ربنا سبحان الله. يعني دي الحاجه الوحيده اللي البني ادم ملوش دخل فيها. مهما تستعجل او مهما تبقى عايز توصل لمكان في ميعاد معين، مش هتوصل غير في الميعاد اللي ربنا كاتبه لك. والله العظيم يعني انا نازله بدري ومستعجله عشان اوصل النهارده، يعني اروح بدري وكده. سبحان الله لازم تيجي حاجه كده من عند ربنا تعطلك. فسبحان الله محدش يا جماعه يستعجل على اي حاجه. ما نقولش يا ريت مثلا حصل كذا، يا ريتني كنت مثلا مشيت من الطريق ده، يا ريتني كان. لا يعني كل حاجه بتحصل دي ترتيبات من عند ربنا. يعني خليكم دايما مقتنعين ان اي حاجه هتحصل هتبقى من ترتيب ربنا في كل حاجه. بصوا الناس اصلا، يعني في واحد قدامي عايزه انزل اتخانق معاه ماشي، بص عمال كل ما امشي في حته يروح مضايق عليا الطريق، كل ما امشي في حته يضايق عليا الطريق. مش فاهمه في ايه بجد. ناس بجد بقت بالذات الرجاله لا اي راجل والله العظيم دي حقيقه، اي راجل يبقى سايق ويلاقي جنبه واحده ست، عارفين اللي هو يبص اللي هو خلاص ست ما بتعرفش تسوق. عارفين انتوا الكلام ده؟ مع ان اقسم بالله معظم 50 60 70% كمان 70% من الرجاله اللي بتسوق اقسم بالله ما بتعرف اصلا تسوق. والله العظيم ما بيعرفوا يسوقوا، بيبقوا بصوا ماشيين كده اللي هو بلطجه على الناس وخلاص. وبرده انا مش معنى كده ان في ستات ما يعني في ستات برده بصراحه ما بتعرفش تسوق، في الاثنين. بس مش معنى ان انت راجل فاكر اللي هو انت ما فيش زيك ان انت تفرض رايك علينا، او ان انت تبص لواحده ست بصه كده وهي اساسا يعني مش. ولسه بقى مخلصه الدكتور حالا، وجات لي يا جماعه في اخر لحظه واحده عزيزه على قلبكم. تعرفين على نفسك؟ مكسوفه تتكلم ان هي سنها مترين. ها اسمك ايه؟ قولي انت. اكيد الناس عارفاني من كتر ما انا يعني تعليقاتي جميله. رغداء يا جماعه جات لي عند الدكتور في اخر يعني بالظبط كانت ثانيه وهدخل جوه، لقيتها بقى طالعه لي. شفتوا انقذت حياتي ودخلت تتريق عليا جوه قدام الدكتور، بتتريق لسانها ده، ما هو حتى قدام الدكتور لسه اول مره تشوفه واحد، لسه اول مره تشوفه ما تعرفوش اساسا، ولسانها عايز القص وبتقرصني دلوقتي. شفتوا بقى؟ اوريها تطلعي معايا. رغداء زي اختي الكبيره ما بترضاش تطلع معايا. فاحنا دلوقتي على الكورنيش اهو، شايفين البحر. فتعالوا بقى نشوف هنروح فين ومين تاني هيجي. شايفين بقى المنظر اللي عندنا الجميل، شايفين البحر التحفه. بس البحر واطي صح؟ عالي جدا. البحر عالي خلاص. ليه مش جايبني ليه؟ صاحبتي كمان اللي كانت بتكسب بس على فكره لغايه. طب انا يا جماعه ما بعرفش اتكلم قوي، والله ما بعرف اتكلم قوي. طب انا بعرف اتكلم قوي؟ مش عارفه اتكلم. اسراء في اللبلب ما بعرفش اتكلم والله العظيم. بصوا في حد قاعد يعني زهقان ومقهور. دي قعده ايه شكله لسه مفركش او حاجه. دلوقتي بقى بعد ما خلصت الدكتور، انتوا عارفين المشوار بتاعي بتاع كل خميس، بعد ما اخلص الدكتور بروح عند سويس باستري محل الحلويات بقى اللي هنا. فعندنا اقتراحين دلوقتي. رغداء عايزانا نقعد هنا على الكورنيش، شايفين الكورنيش اهو، عايزانا نقعد على الكراسي اللي هي تحت دي،
وانا بقول ان احنا نقعد هناك يعني عشان الجو بيبقى الدنيا شويه كده، عشان النهارده الخميس وكده، فالدنيا بتبقى زحمه جدا وبيبقى فيه عارفين كده يعني. فمش عارفه لسه هنروح نقعد في سويس باستري ولا هنقعد هنا. هو هنا الجو تحفه، بس بالليل يعني حبه كده الدنيا بقى هتزحم، والولاد كلها خلاص امتحانات وكده، فمش عارفه. ما اقول له 10 ودقيقه 70 افقد عليك. يلا 70 لسانها طويل والله العظيم، لسانها قد ايه؟ طويل. عشان انت بتلبسي كتير يعني بتلبسي في وقت كبير ولا بتتخانق دلوقتي مع اميره صاحبتنا، يلا. بتتخانق مش بتتخانق دي. عادي عليها. انتوا لو شفتوها اصلا، لو شفتوا رغداء هي كلها على بعض قد كده، بس جباره شوهتي جباره اقسم بالله العظيم يا جماعه، جباره قدامي الناس، ربنا يسامحك. وقعتنا في مصيبه دلوقتي صح؟ انت اللي وقعتينا في مصيبه. بصي وقعتنا في مصيبه. شفتوا اميره لما تشوفي الفيديو ده يا اميره، رغداء هي السبب. هي اللي قالت لي بصراحه اوعي تقولي لاميره ان احنا خارجين عشان مش عايزه اشوفها. خارجين؟ هي الدكتور ده ده دكتور. استنى بقى اشوف اميره هتنزل ولا لا. هنشوف اميره هتنزل تضرب، لو نزلت وضربت رغداء زي كل مره هصور لكم بقى عشان هتبقى ضرب جامد. هي على طول اميره بتنزل تضرب رغداء واسراء، فلو ضربتهم المره دي هصورها لكم بقى. واضح انت عارفاني لما باجي برجع بالحوض. ليه؟ انا افتكرت كده اقسم بالله. رغداء انت بتكلمي الاشكال دي؟ طبعا بحبها جدا. دي منافقه. انا مش متخانقه مع اسراء، متخانقين مع اميره لسه. واسراء لا اسراء ما اقدرش بحبك جدا، هي اللي عايزه توقع بينهم. اميره رغداء متخانقه معاكي. اميره لما تشوفي الفيديو رغداء متخانقه معاكي. اول ما تيجي اميره زي ما اخدت اسراء لا بالظبط. بخاف منها طبعا. نفسي يا جماعه ابينها لكم، نفسي اوريها لكم. ممكن اوريهم جزء منك؟ لا اوريكم اهو، ده جزء منها. انا كنت رايحه الجيم اصلا. انا لولا الزفت دي قالت لي ان احتمال تسافري. وريني معاكي ايه. بصوا يا جماعه مين اللي جه عندنا النهارده. اهلا وسهلا. جماعه اميره دي بطه، بصوا قاعده زي البطه. اميره يا جماعه عامله زي سندريلا، صح ولا غلط؟ مفيش اخرها الساعه 10. الساعه كام؟ وريني. شفتوا؟ مش بقول لكم سندريلا لسه داخله حالا. انت جبتي ايه؟ ورينا معلش، ممكن تورينا؟ وريني لو سمحتي. اطفالي؟ اطفالي. كنتش اميره يا جماعه بس من غير ما تتجوز. شايله هم شايله هم عيال اخواتها، صح يا اميره؟ عقبال ما تشيلي هم عيالك. مش عايزه تقولي حاجه لاميره؟ مش عارفه اقول لها ايه. قولي قولي ما تتكسفيش. ما عندهاش كرامه. اميره في المدرسه مش عندك ده. بتقولك ما عندهاش كرامه. وهنا بقى كالعادة إسراء لازم تعمل لنا الحفلات بتاعتها، فقالت لنا بقى استنى بص انا هعمل لكم سحر دلوقتي. فانا صدقتها، فبتقولي ارفعي الموبايل لفوق عشان تشوفي السحر من اوله. هنا ما كانش حد مركز معانا، كنت انا وهي بس بنتكلم، فانا كنت مستنيه اشوف السحر اللي هي تعمله. يعني قلت هتبقى اتذاكت يعني وكده، وفي سحر هتعمله. بتقولي بصي هقلب الكوبايه والميه ما تطلعش بره. غرقت الدنيا بالميه، اقسم بالله غرقت الدنيا بالميه. وطبعا اميره كالعاده ما سكتتلهاش. احنا لولا ان احنا كنا في مكان عام كانت اميره جابتها من الطرحه بتاعتها اقسم بالله. فكانت عايزه تلم الميه تاني بالكوبايه ومفيش فايده. بصوا يعني هي مصممه، بصوا هتعمل ايه. بصوا مصممه تلم الميه بالكوبايه، انتوا متخيلين؟ فربنا يهديها علينا يا رب. وادعوا لها يا جماعه في الكومنتات ان ربنا يهديها وان هي مخها يفتح معانا شويه. وخلاص بقى هنعمل ايه يا جماعه؟ انا مش بكلم اميره على فكره، مش هكلمك تاني. بس انا فرحانه اني بتقولي مش عايزه اكلمك. دي بجحه اميره، دي بجحه ادعي عليها. ها بسألك ايه؟ نعم. هو الكلام اللي احنا اتكلمناه من شويه ده كله طالع. لا ده لسه دلوقتي. ده كنت بتتكلمي انا بصور الصبح. احنا يعني معلش مش هينفع اقطع الكلام. ممكن نقطع بقى. مش هينفع اقطع الكلام. طب احنا ممكن نعمل كلاكيت تاني. طب انا ما بينتش. يا جماعه اميره جايه تاذينا، بس جايه تعمل لنا مشاكل وخلاص.
أميرة شاور لهم. أميرة دي شريرة يا جماعة. بجد جدا ما كل المناديل هي مكتوبة. عشان الشنطة الزنق. وبس بقى، وده دي طرحة رغدية. بس بقى يا جماعة خلصنا هنا القعدة بتاعتنا وهنمشي دلوقتي وطلبنا الشيك وأميرة هي اللي هتحاسب. وريني أنا هشوف بس. جيت جاك قليل على فكرة عادي. حاسبي يلا طلعي فلوس. طلعي يلا هاتي 500 جنيه. انا قلت له كاش كده مش هينفع. فين الفيديو ده؟